الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. نكمل في هذا المجلس الكلام على المعوذتين تبعا للمجلس السابق. يقول الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاه والسلام: قل اعوذ برب الفلق. الخطاب إذا توجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يفعل فهذا دليل على أهمية ذلك الخطاب، وكذلك أيضا المضمون، وهذا أعلى مراتب التأكيد، أن يتوجه الخطاب إلى عظيم، فإذا توجه الخطاب إلى عظيم فمن دونه يدخل في ذلك من باب أولى. ولهذا أيضا حتى في أمور المقابلة أن الإنسان إذا نهى عن شيء فوجه النهي إلى أقرب الناس إليه فإن ذلك يدل على تأكيده والإلزامه. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أسقط ربا الجاهلية قال: أول ربا أضع ربا عمي العباس، يعني أقرب الناس إليه، ومع ذلك يتوجه إليه الخطاب. وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى هنا وجه الخطاب إلى نبيه عليه الصلاة والسلام: أي ينبغي أنت يا من كنت دونه بالمنزلة أن تتوجه بهذا اللفظ كما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل أعوذ برب الفلق. رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري وغيره سحر نبي ابن الأعصم اليهودي، سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بقي النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك الحال، فكان سحره يخيل إليه أنه فعل شيئا وهو لم يفعل، فكان هذا المقدار هو الذي حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر يخيل إليه أنه فعل الشيء وهو لم يفعله، يعني حتى ينبهه من حوله. وهذا لحكمة، وإن كان الخبر ثابت وتكلم فيه مثلا بعض أهل العقل، أو تكلم فيه مثلا بعض المدارس يقول: كيف النبي صلى الله عليه وسلم يسحر؟ ومثلا والحديث وإن كان ثابت في الصحيح يقومون بإنكار مثل هذا الخبر. النبي صلى الله عليه وسلم مشرع لهذه الأمة، والله جل وعلا لا يخرجه عن دائرة التشريع ولا يخرجه عن دائرة العصمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم. لهذا قال الله جل وعلا: والله يعصمك من الناس. ولكن الله سبحانه وتعالى يجعل نبيه مشرعا حتى في أمثال هذه الأحوال. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام إذا لو لم يكن عليه الصلاة والسلام وقع به ما وقع، ولو لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام نام عن صلاة الفجر كما في حديث عمران وأبي هريرة حينما كان في غزوة تبوك حتى طلعت عليهم الشمس وكانوا من تعب السفر، ووضعوا بلالا حتى يوقظهم لصلاة الفجر، ما تفعل الأمة في بيان تلك المسألة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مشرعا للأمة حتى في مثل هذه الأحوال. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أنسى ولكني أنسى لأسن لهذه الأمة أمرا. وكذلك فيه تسلية للأمة، والتسلية كذلك أيضا ضرب من ضروب التشريع ورحمة الله عز وجل بهذه الأمة. فكان نسيان النبي عليه الصلاة والسلام تسلية بالأمة. كذلك أيضا بعض الابتلاء الذي نزل بالنبي عليه الصلاة والسلام، أي كيف أيضا أن يكون النبي مرسل وبأمر الله جل وعلا يتعدى عليه أحد من خلق الله سبحانه وتعالى من الكفرة، يعتدي عليه بالضرب وأن يسود رأسه عليه الصلاة والسلام، وأن تكسر رباعيته، وأن يخرج من بلده عليه الصلاة والسلام. فمثل هذا الأنواع من الابتلاء هو ضرب من التشريع من الله عز وجل لأتباع ذلك النبي، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع في مثل هذا النوع من الابتلاء فإن أتباعه قد يحصل لديهم في مثل هذا الأمر من أنواع الابتلاء، إلا أن ذلك لا يخرج التشريع عن دائرته التي جعلها الله سبحانه وتعالى، لا يأتي الباطل من بين يديها ولا من خلفها، فهي محكمة من الله عز وجل منزلة مطهرة، ليس لأحد أن يزيد فيها ولا ينقص. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سحر جاءه جبريل ومعه الملكان، فأنزل الله سبحانه وتعالى، والحديث طويل، فأنزل الله عز وجل عليه هاتين السورتين
فعود جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بهما بعد ذلك. وفي هذا إشارة إلى عظم هاتين السورتين، وأنها من أعظم ما يتحصن بها الإنسان. لهذا شرع للإنسان أن يقرأها في أدبار الصلوات الخمس، أن يقرأ هاتين السورتين فتكون من أذكار الصلاة كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا أن يذكرها الإنسان في أذكار الصباح والمساء، فإذا أصبح الإنسان ذكر هاتين السورتين ومعهما قل هو الله أحد فيقرأها ثلاثة، يقرأ هاتين السورتين مع سورة الإخلاص ثلاث مرات، وفي الإمساء كذلك يقرأها 3 مرات، تعطي الإنسان نوعا من التحصين تبعد عنه الشياطين وتقيه بإذن الله عز وجل. لهذا ينبغي للإنسان أن يتحصن بها على سبيل الدوام. كذلك أيضا أن يتحصن بها من يشكو ألما أو ضرا أو وهما مثلا أو سحرا أو عملا من الأعمال التي يعقد فيها مثلا لبعض الناس ونحو ذلك من أعمال السحرة والكهان وغير ذلك، فيكون ذلك ملجأ للإنسان لمن به ذلك الأذى. وهذا كان علاجا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله عز وجل عليه هذه السورة فقال قل أعوذ برب الفلق. الاستعاذة هنا هي برب الفلق، والاستعاذة معناها أي ألوذ بك يا الله، ألوذ برب الفلق، ألوذ برب الفلق. وهذا الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى من رسول الله صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أنه ينبغي أن يلتجئ إليه من به ضعف مهما بلغ، لأن منزلته تكون دون النبي من جهة البلاء، فإن أشد الناس بلاء هم الأنبياء، فكل بلاء يأتي للإنسان بعده قد لحق أنبياء الله عز وجل من ذلك البلاء. فتجد من الأنبياء من قتل كيحيى، وتجد من الأنبياء من سجن كيوسف، وتجد من الأنبياء من طرد وعير وسب كحال محمد صلى الله عليه وسلم، وتجد من الأنبياء من صدر ماله وأخذت أرضه وأملاكه كحال النبي عليه الصلاة والسلام في مكة. فذلك البلاء الذي جعله الله عز وجل لأنبياء الله سبحانه وتعالى نوعا من التشريع والتسلية لتلك الأمة وأولئك الأتباع، حتى يكون ذلك نوعا من التطمين لهم. أمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يلتجئ إليه بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والسحرة وكذلك الجان لا أثر لهم على الإنسان الذي يتحصن بالقرآن، لا أثر للجان على الإنسان الذي يتحصن بالقرآن. أمر الله نبيه أن يقول قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. وهذا استعاذة عامة قدم بها على الاستعاذة الخاصة. ورب الفلق المراد بالفلق هو فلق الشمس وهو الإصباح، وإنما ذكره الله سبحانه وتعالى وقدمه على المغيب لأنه موضع فعل الإنسان وعمله، فالإنسان يتشوف في حال خروج الصباح يعمل أكثر من تشوفه لغير ذلك من الأوقات، فهو موضع البركة وموضع أيضا كسب الإنسان. كذلك أيضا فإنه بداية توقيت يوم الإنسان الذي يكون ما بعده تبعا له، فيبدأ الناس يقولون في مواعيدهم نلتقي صباحا ونعمل صباحا ونحو ذلك. ولهذا تجد في قصة فرعون وموسى كان موعدهم متى؟ وأن يحشر الناس ضحى في موضع الإصباح، وهو موضع التقاء الناس وكذلك جودة الذهن وصفائها بعد راحة الإنسان، فكان هذا وقتا مباركا. ولهذا جاء في الخبر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق متعددة قال اللهم بارك لأمتي في بكورها. وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة بالبركة في هذا الزمان، فكان موضع البركة في العمل، البركة في القول، البركة في التعليم هو في مثل هذا الموضع، لا فيما بعد ذلك في حال ضعف جسد الإنسان وضعف عقله وتشوفه إلى الراحة والتعب. الله جل وعلا قد جعل النهار موضعا لتكسب الإنسان والليل موضعا لسكنه. فقال الله جل وعلا قل أعوذ برب الفلق. ذكر الفلق هنا فلقا واحدا لأنه فلق الصبح، ولكن المشارق تتعدد،
المشارق تتعدد، لأن ثمة مشارق للقمر وثمة مشارق للشمس. رب المشرقين ورب المغربين، رب المشارق ورب والمغارب، لهذا تجد المشارق متعددة وجاءت مثنات. أما بالنسبة للتعدد فالمراد بذلك هو خروج الشمس والقمر من جهة ثم جهة أخرى، فهذه هي المشارق تتعدد، فتجد خروج الشمس في الشتاء يختلف عن خروجها في بقية فصول السنة، فإنها تتدرج من جهة المشرق وتغرب في جهة مقابلة على نفس ذلك المقدار يعود عليه في نفس ذلك اليوم من السنة. فكان ثمة مشارق للشمس ومغارب لها، وثمة مشارق للقمر ومغارب له، وثمة مشرقين ومغربين، مشرق للشمس ومشرق للقمر، ومغربين، مغرب للشمس ومغرب للقمر. وهذا فيه آية عظيمة أن تلك المشارق والمغارب ثابتة منذ أن خلق الله عز وجل الخليقة، تخرج على ذلك الحد وتغيب من ذلك الحد يعرفه أهل الفلك، لا يختل ذلك النظام، لا يختل ذلك النظام. قل أعوذ برب الفلق. إنما استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر ربه بالربوبية هنا برب الفلق، يعني هو الذي دبر ما هو أعظم من كيد الكائدين. فالله عز وجل الذي هو رب الفلق وهو الإصباح، وجعل الله سبحانه وتعالى ذلك موضعا لتصرفه جل وعلا، وما دونه يكون من باب أولى. وقيل إن المراد بالفلق هو موضع خروج الثمر من الأرض في النواة، فالله عز وجل يفلق الثمرة من جوف النواة أو الشجرة من جوف النواة، ثم يخرجها الله سبحانه وتعالى حتى يأخذ الإنسان منها ثمرا وأصلها شيئا يسيرا. أي أن الله سبحانه وتعالى هو مدبر هذه الأشياء العظيمة وهذه الأشياء التي يحتقرها الإنسان، فما بينها فهي من باب أولى أنها دائرة تحت تصرفه جل وعلا. فالله جل وعلا سبحانه وتعالى هو الذي ينال به في أمثال هذه الكروب. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ذكر هنا الشر على سبيل العموم ولم ينسبه إلى أحد بعينه، وفي هذا تحصيل عام للإنسان من كل شر لشر. ولهذا نقول هذه استعاذة للإنسان من سائر أنواع الشرور، فيستعيذ من شر الجان، ويستعيذ من شر نفسه، ويستعيذ من شر شياطين الإنس، ويستعيذ أيضا من أذى المخلوقات عليه من الدواب وغير ذلك. لهذا كانت هذه السورة والتي تليها من أعظم مواضع الاستعاذة في القرآن التي يلتجئ فيها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. هنا نسب الشر إلى ما خلقه الله سبحانه وتعالى. وهل الشر ينسب إلى الله جل وعلا؟ نقول هنا نسب الشر إلى شيء مما خلقه الله، لهذا قال من شر ما خلق، يعني فيه شر وفيه خير. لهذا نقول يجوز أن ينسب الإنسان الشر إلى خلق الله سبحانه وتعالى، إلا أنه لا يجوز أن ينسبه له مفردا من غير دخول في إجمال، كأن يقول الإنسان الله عز وجل أنزل علينا الشر، أو الله عز وجل خلق الشر ثم يسكت، بل يقول خلق الله الشر وخلق الخير، خلق الشر وخلق الخير. لماذا؟ لأنه لا يليق بإنسان بأدب مع الله أن ينسب إليه مثل هذه العبارة إلا في حال الإغراء. انظروا إلى أدب الجن مع الله سبحانه وتعالى، قالوا إنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، من الذي أراد؟ قالوا أريد. ثم لما جاء الخير ماذا قالوا؟ أو أراد بهم ربهم رشدا. الذي أراد الرشد من هو؟ قالوا الله. لما جاء الخير قالوا أريد، فأضمروا الفاعل. وهذا أدبا مع الله سبحانه وتعالى أن لا ينسب إليه الشر. لماذا؟ لأن
لأن الله سبحانه وتعالى لا يريد بعباده شرا، لا يريد بعباده يخلقهم ثم يريد لهم شرا، ولكن هم الذين اختاروا الشر من الخير فجعل لهم ذلك الأمر في أيديهم، فجعل الحلال عظيما وجعل الحرام ضيقا، فوقعوا في ذلك الحرام فأرادوه لأنفسهم. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى موضع ابتلاء الإنسان هو مواضع الشر. لهذا وجب على الإنسان أن يستعيذ من سائر أنواع الشرور كما في قوله جل وعلا: من شر ما خلقه الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض، منها ما يدركه الإنسان وما لا يدركه، لأنه ربما يكيد الإنسان شيء لا يعلمه، فوجب عليه أن يستعيذ من سائر الشرور التي يعلم بها ولا يعلمها. وكم من الناس ينزل به بلاء، أو تنزل به مصيبة، أو ينزل به حرج في نفسه وضيق، أو ينزل به مثلا ألم في بدنه أو مرض، أو يصاب بعاهة لكنه لا يدري ما هو سببه. ربما يكون من طعام، ربما يكون من هواء، ربما يكون من شيء وضع عليه أو نام عليه، أو شيء علق به، أو دعوة أتت أو نحو ذلك. لكن ينبغي للإنسان أن يستعيذ من ذلك كله، وفي هذا أن الإنسان يكل أمر تفاصيل ذلك إلى الله، فيستعيذ من جميع الشرور بأنواعها من شر ما خلق. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى هنا في قوله: قال من شر ما خلق ومن شر النفاثات في العقد. هنا المراد بذلك هو السحر. وفي هذا إشارة إلى أن إنزال هاتين السورتين أريد بهما الاستعاذة من أعمال الشياطين والجان، ومن يأتمر بأمرهما من شياطين الإنس، فكان ذلك اتجاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه السورة، وكان ذلك أيضا فرجا لهذه الأمة أيضا أن يستعيذ الإنسان بهاتين السورتين. قال: ومن شر النفاثات في العقد ومن شر غاسق إذا وقب. الغاسق إذا وقب، المراد بالغسق في ذاته اختلف العلماء في المراد بالغاسق بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى الفلق، بعد أن ذكر الله جل وعلا الفلق، وهو خروج الإصباح الذي تظهر فيه الشمس ويظهر كذلك فيه القمر. ذكر الله عز وجل الغاسق إذا وقب. قيل إن المراد بذلك هي الأفلاك، وقيل إن المراد بذلك ما يراد به شرا مما يخرج من باطن الأرض، ويراد بذلك أذية بالإنسان. ويقال إن المراد بذلك أنه ما دب على الأرض مما خرج فيها. وقيل إن المراد بذلك هي أيضا الأفلاك في حال غروبها، لأن كثيرا ممن يتعلق بالسحر ونحو ذلك يتعلقون بأمور الأفلاك. ولهذا الجان أمرهم في حياتهم هو أمر طيران في الفضاء، لا سير في الأرض، فهم يتعلقون بالأجرام الكونية، الأجرام السماوية، أكثر من تعلقهم بالأرض. قال: ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات تقدم الإشارة إلى ذلك، أن المراد بذلك هم عونة الشياطين من بني آدم الذين يعينون الشياطين بإيصال أذيتهم إلى البشر. وفي هذا إشارة إلى أن الشياطين لا يملكون ضررا مباشرا على الإنسان إلا بوسطاء من البشر. لهذا جعل الله سبحانه وتعالى لكل نبي عدوا ممن شياطين الإنس والجن، يدل على أن ثمة تواطؤ. ماذا؟ يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. لهذا يوحي بعض هؤلاء قولا من كذا، قولا من الباطل، فيؤذون خلق الله سبحانه وتعالى. ولهذا الجان لم يستطيعوا أن يصلوا إلى ما وصلوا إليه الأذية محمد صلى الله عليه وسلم إلا بتلك الأذية من لبيد بن الأعصم اليهودي، فسحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام تلك المنة العظيمة بهذه السورة. قال: ومن شر النفاثات في العقد. قال: ومن شر حاسد إذا حسد. والحسد المراد بذلك أن يكره الإنسان النعمة التي يوهبها الإنسان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم أسباب انصراف كثير من المتكبرين عنه أنهم حسدوه
الله سبحانه وتعالى به. ولهذا لما أمر الله عز وجل إبليس وأمر الله عز وجل الملائكة أن يسجدوا لآدم سجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ما سبب ذلك؟ قال ما لك ألا تسجد إلى ربك؟ ماذا كان جوابه؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. خلقتني من نار وخلقته من طين. الله سبحانه وتعالى يأمر عبده أن يفعل شيئا ويجب عليه أن يطيع. لهذا الإنسان يتوجه إلى الكعبة. وهل الحجر أعظم من البشر؟ البشر أعظم، ولكن هذا موضع امتثال وتعظيم للآمر، وتعظيم للآمر لا تعظيم لذات الحجر. ولهذا عمر بن الخطاب كما جاء في الصحيح كان يقبل الحجر ويقول والله إني أعلم إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله ما قبلته. في هذا إشارة إن المسألة مسألة امتثال. ما هي الحكمة والعلة من ذلك؟ وتعظيم للآمر، تعظيم للآمر، نعظم ونفعل ما يشاء ويأمرنا الله سبحانه وتعالى. لهذا كان أصل ضلال البشرية إنما هو حسد، وكثير من الناس يأتون بالحق ويحسدهم أهل الباطل عليه فيدعون الاتباع. ولهذا يتعلقون بذواته، يتعلقون بأنسابه، يتعلقون بهيئاتهم، يتعلقون بصفاتهم، بأخلاقهم، بفقرهم، ببلدانهم، بأعراقهم، بأجناسهم. ما علاقة هذه الأجناس؟ ما علاقة هذه الأعراق؟ ما علاقة هذه الألوان؟ ليس لها علاقة، إنما هداية من الله سبحانه وتعالى. وجب على الإنسان أن يقبل الحق إذا جاء به صاحب الحق. لهذا كفار قريش إنما عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن كل واحد منهم يرجو أن يكون النبي في سلالته. وإنما أنكر من أنكر وعصوا وتجبر أيضا أهل الكتاب من اليهود والنصارى لأن النبوة لم تكن فيهم. فإذا كان أعظم ضلال عصي الله عز وجل به وأوله هو الحسد كان في السماء، والله عز وجل هو الآمر ويسمعونه والملائكة يرونه ويرون أمر الله سبحانه وتعالى والامتثال، فإن ذلك حين دونهم من باب أولى، لأن الحسد أمر عظيم وهو أعظم ما يورد في قلب الإنسان من المخالفة والغل والعناد والاستكبار عن طريق الحق. لهذا ينبغي للإنسان أن يستعيذ من هذا الداء. وأعظم ما يزيل هذا الأمر هو اليقين بأن الله سبحانه وتعالى يهب عباده ما يشاء، وأن الأمر بيد الله لا بأمر الناس. فإذا رزق الإنسان خيرا، قال نوح عليه السلام قال أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم. الله عز وجل هو الذي أعطاني هذا الشيء، ماذا أفعل؟ أنا مأمور كذلك بأن أبلغكم إياه، ألزمكموها وأنتم لها كارهون. يعني لا أستطيع أيضا لا أبلغ عليكم ولا أيضا أن أنزع عني تلك العباءة التي أعطاني الله عز وجل إياها، وهي عباءة النبوة، فهي من الله سبحانه وتعالى. الحق الذي يوهب إياه الإنسان هبة من الله عز وجل أوصلها الله عز وجل إلى الإنسان، فوجب عليه أن يبلغها. لا يجوز له أن ينزعها وأن يمسك عن إبلاغها، ولا يجوز أيضا على الناس أيضا أن ينتكسوا وأن يرتدوا عن ذلك الحق بمجرد الهوى، أو أن أحد من الناس يختص بها من دونه. لهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السورة بربه جل وعلا من شر حاسد إذا حسد. ذكر من شر الحاسد لأنه قد يوجد حاسد ولكن ليس له شر، وذلك أن بعض الحسد يكون هو حاسد في ذاته ولكنه يستعيذ من شر نفسه. لهذا بعض النفوس التي تحسد بعض الخلق بما آتاهم الله عز وجل من مال، ما آتاهم الله من خير، ما آتاهم من هبات، ما آتاهم مثلا من علم، ما آتاهم مثلا من سمعة حسنة، ما آتاهم من ذكر طيب ونحو ذلك، يجد في نفسه شيء من هذا، هو نوع من رذيل الحسد يحاول دفعه. قال من شر حاسد إذا حسد. والحسد كما جاء في الحديث أنه مذموم كله إلا باثنتين وهما الغبطة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، أولاهما رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه سرا وجهرا أو صدقه على نفقته بالحق، ورجل آتاه الله علما فهو يعلمه الناس. هذا الذي ينبغي للإنسان أن يحسد حسدا لا يتمنى زوال تلك النعمة، لكن يتمنى أن يكون عنده. أعلى
الحسد أن يتمنى الإنسان زوال تلك النعمة ولو لم تصل إليه، يتمنى زوالها من ذلك الموهوب. وذلك يلحظ بأقوال كثير من الناس أنهم يظنون صاحب الخير حسدا من عند أنفسهم بما وهبه الله عز وجل من غير بيان الحق الذي لديه ومواجهة ذلك القول الذي يقوله، هل وقع في خطأ أو مخالفة، وإنما يقعون في أشياء خارجة عن ذلك. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الناس. أمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يستعيذ بذات اللفظ السابق وهو رب، ولكن قال هنا قال الناس، والناس المراد بذلك هم الذكر والأنثى، ولا يدخل في ذلك الجانب رب الجنة والناس، لفسر في هذا أن المراد بذلك أن الناس شيء والجنة شيء آخر. ولهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه سئل قال من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قيل فمن الرجال؟ قال أبوها، يعني أن الناس هي داخلة في دائرة الذكر والأنثى. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فهذا الخطاب يتوجه إلى الذكر والأنثى، والخطاب يأتي أيضا إلى الثقلين: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فاستعاذ هنا استعاذ برب الناس على سبيل التخصيص، فيه إشارة إلى أن الذي تستعين به سبحانه وتعالى هو رب المستعاذ منه وهو الناس، وهو المتصرف فيهم، هم الذين يصدرون إليك الشر، والله عز وجل هو المدبر لأحوالهم وهو العالم بهم. ثم يقول الله جل وعلا: قل أعوذ برب الناس. رب الناس الله سبحانه وتعالى، ليس لأحد أن يلتجئ أو يستعين بمخلوق، أو أن يستعين بوهم، أو أن يستعين بصنم، أو أن يستعين بسيد. فبقدر اتكالك على غير الله جل وعلا يكلك الله سبحانه وتعالى إليه. ولهذا تقدم معنا في سورة الفاتحة أن الله سبحانه وتعالى قد يوقع عبدا من عباده في هفوة لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، لأنه وقع في قلبه شيء من التوكل على ماذا؟ على غير الله جل وعلا. لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول؟ اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لهذا ينبغي الإنسان أن لا يعتمد على غير الله عز وجل، ولكن يأخذ بالأسباب. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. ملك الناس أي المالك للتصرف لهؤلاء الخلق، المدبر لأحوالهم فيما يصدرونه من شر وما أيضا يصدرونه من خير، فهو القادر سبحانه وتعالى على كبحهم على اختلاف أنواعهم، سواء كانوا ضعفاء أو كانوا أقوياء أو كانوا أغنياء أو كانوا فقراء أو كانوا رؤساء أو كانوا مرؤوسين أو كانوا حكاما أو كانوا محكومين، فهو المالك والمدبر لهم، كانوا من الجن أو كانوا من الناس. ولكن هنا يظهر الاستعاذة والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى بتخصيص أحوال الناس بخلاف سورة الفلق، مع الإشارة إلى الثقلين. هنا إشارة إلى أن الجان لا يستطيعون أن يؤذوا الإنسان إلا بوسيط من شياطين الإنس. لهذا نقول إن أعداء الإنسان ثلاثة. العدو الأول هم شياطين الجن، العدو الثاني هم شياطين الإنس، العدو الثالث نفسه الأمارة بالسوء. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فالنفوس أمارة بالسوء. لهذا الإنسان فيه روح ونفس. روحه هي التي تنبض بحياته، وأما النفس هي التي تسول له الباطل. لهذا الذي يوسوس للإنسان في ذاته ويسول له طريق الشر هو النفس، والذي يقوده إلى طريق الخير هو عقله المستضيء بالوحي. ولهذا النفس تغلب العقل تارة ويغلبها العقل مرة أخرى ويتغالبان. لهذا ينبغي للإنسان العقل أن يسوس النفس بقدر ميلانه، وأن يسوسها كما يسوس الإنسان خيله. الإنسان في خيله يتدرج معها ويساوسها
فينبغي للإنسان في ذلك المسايسة قدر وسعه وطاقته. ولهذا تجد كما تقدم الإشارة إليه أن بعض النفوس تغلب العقل فيكون العقل هو الذي يركب النفس، ولكن يسايسها فلا يتعبها ولا أيضا يعطيها هواء. تجد بعض الناس يذهب إلى الباطل إلى الباطل ويقوم بارتكابه، يقوم بالسرقة، يقوم بالزنا، يقوم بالفجور ونحو ذلك. تسأله هل ما تقوم به حرام؟ يقول نعم حرام. من الذي جاوبك العقل؟ من الذي ذهب بك؟ ذهب به النفس. لهذا النفس في ذات الإنسان يخطئ كثير من الناس يظن أنه يصير نفسه بقرار واحد، ليس بصحيح. النفس هي التي أيضا تسول، كذلك العقل يتغالبان، فمن غلب على الآخر تحكم وأطر الآخر. ولهذا تجد كثير من الناس يذهب إلى الحق، تقول هل لديك رغبة وشهوة؟ نعم لدي رغبة أن أفعل كذا، لدي رغبة أن لا أتي إلى المسجد فكوني في البيت أريح، لأن الذهاب إلى المسجد والذهاب إلى مكة متعب ونحو ذلك. لماذا؟ لأنه يذكر رغبة النفس. كذلك أيضا في حال ذهاب الإنسان إلى الباطل، يذهب الإنسان إلى الباطل ثم يرتكب الباطل الذي ذهب به النفس وذكر لك أن ذلك هو الحق. لهذا ينبغي للإنسان أن يبتعد عما تسول به نفسه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. ذكر الألوهية أنه يجب للإنسان أن يعبد الله سبحانه وتعالى بعد ذكر الربوبية، وأن الألوهية هي لازمة لربوبية الخالق سبحانه وتعالى. فمن كان خالقا للخلق وربا لهم ومدبرا لشأنهم فهو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. ولهذا قال رب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس، أي الذي خلقهم ووجب عليهم أن يعبدوه. أستعيذ به من شر أولئك من الجنة والناس. لهذا كانت الاستعاذة من النوعين الاثنين، يستعيذ من شياطين الإنس ويستعيذ كذلك من شياطين الجن، لأن هذا هو سبب نزول هذه السورة. وأما الاستعاذة من النفس فهي متضمنة لذلك المجموع من الشر كما تقدم الكلام عليه. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، وما خلقه هي نفس الإنسان التي بين جنبيه فيستعيذ من شرها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو يقول اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من شر نفسه فكيف بغيره الذي لا يأمن نفسه؟ فينبغي له أن يستعيذ من شرها لأنها تغلبه على الشر. ولهذا ينبغي للإنسان أن يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى في كل غدو وفي كل رواح وفي كل صباح وفي كل إمساء. وفيه إشارة التوكل على الله سبحانه وتعالى المطلق والبراءة من الحول والقوة إلا بالله جل وعلا. لهذا الذي يذكر هذه الآية ويستعيذ بها في أقبال الصلوات ويستعيذ بها عند الإشراق وعند الغروب ويستعيذ بها في الصباح وفي المساء، فإنه يعلن عدم الحول والقوة إلا بالله سبحانه وتعالى. وهذا هو التجرد من القوة وبيان الضعف النفس، وأن ذلك الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. وهنا ذكر أن الشياطين الإنس وشياطين الجن هم الذين يسولون للإنسان الشهوات ويثيرون العقول على الإنسان حتى يحب الباطل. فالباطل في ذات النفس لا يكون عظيما حتى يعظم بمن يسوره من شياطين الإنس والجن. آدم عليه السلام أبونا كان في الجنة وحرم الله عز وجل عليه أن يأكل من شجرة بعينها، والجنة عرضها السماوات والأرض، عرضها السماوات والأرض بأشجارها وأنهارها وأيضا بزروعها وغراسها وثمارها. هذه المترامية الأطراف لم يحرم الله عز وجل إلا شجرة واحدة، ولكن فوسوس لهما الشيطان. فهذه الجنة المترامية ضاقت بسعتها واتسعت هذه الشجرة بظلها، فأحبها وأراد
أن يأكل منها فتناولها فبدت لهما سوآتهما. لهذا وسوسة الشيطان للإنسان حتى لو كان مساحة المباح عليها. هذا في جنة والمحرم واحد، فكيف في دنيا ضيقة والمحرمات عديدة؟ لا شك أن الابتلاء أعظم، الابتلاء في ذلك أعظم وأشد. ثم أيضا ينبغي للإنسان أن مع هذا الاتكال والاعتماد على الله سبحانه وتعالى أن يعلم أنه في صراع مع هؤلاء الأبالسة من شياطين الإنس والجن، مما خرج عن أمر الله سبحانه وتعالى من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، يعني من جميع الثقلين سواء كان جانا أو كان إنسا. وإنما سمي الجن جنا من الجن وهو خفاء الشيء، ولهذا يقال جن عليه الليل، يعني قام بستره. وكذلك أيضا اشتد عليه الغلس حتى خفي عليه، فكان الجان لا يرى ويرى الإنسان. وإنما سمي الناس ناسا قيل من النوس وهو الاجتماع، وقيل المراد بذلك هو من المؤانسة، وقيل إنه مشتقة من النسيان، وقيل إنه مشتقة من النسيان، وقيل أيضا إن اشتقاق كلمة الإنسان إنما هي أيضا من الناس، وفي هذا احتمال. وقيل إنه ما سمي الإنسان إنسانا إلا لنسيانه. وفي هذا أيضا أن الناس بطريقة الوقوع في الخطأ والامتحان والاختبار في أبواب الشهوات والشبهات أنهم على طريقة واحدة، ولكن تختلف في ذلك سبل إغواء الشياطين، شياطين الإنس والجن، فيأتون بطريقة تختلف عن الطريقة الأخرى فيسولون موضعا في حال. وكلما ظهر أن الشيطان أظهر أمره في مثل هذا الأمر ظهر بطريقة أخرى، والشيطان أعظم الأعداء للإنسان. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ما هي العداوة البينة؟ العداوة البينة إذا كنا نعلم أن الشيطان عدو مبين، لماذا نحذر منه وهو بهذا الظهور؟ نحذر منه بهذه الشدة. العداوة البينة هي من وجوه، من هذه الوجوه أن العدو البين هو الذي ليس بينك وبينه خصومة ومنازعة، هذا عداوته ظاهرة. إذا قام بمنازعتك حقا لم يكن بينك وبينه تجارة، ولم يكن بينك وبينه منازعة على الحق السابق، ولم يكن شريكا لك في أمر من أمر الدنيا وحظوظها، ولو متفوت عليه حظه. ولهذا هذه الأمور بحيث تشك أن لديه حق عندك أو نحو له حق عندك ونحو ذلك، هذا أمر لا يوجد. إذا الأمر ليس حقا وإنما هو عداوة محضة. ولهذا قال: إنه لكم عدو مبين. الأمر الآخر أيضا أن الشيطان إنما حذر الله منه وأكثر في كتابه العظيم أنه يأتيك ولا يقول أنا الشيطان، يأتيك ولا يقول أن الشيطان، وإنما يأتيك بصورة ناصر. فذكر الله صفاته، فينبغي أن يستدل به الإنسان بصفاته، وإذا علم أنه جاء بهذه الصفات فاعلم به كذلك. ولهذا تجد يسول الإنسان كثيرا، ولهذا تجد بعض الناس حينما يأتيه مثلا بعض الأفكار أو الأقوال ونحو ذلك يظن أنها جاءته هكذا من منطق عقلي ونحو ذلك، ولا يعلم أن الشيطان هو الذي يثيرها لنفسه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام وفي كلام الله أخبر الله ببعض الطرق التي يستطيع بها أن يمسك الشيطان في وسوسته. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق الله؟ من خلق كذا؟ جاوبه. من خلق كذا؟ جاوبه. فإذا قال: من خلق الله؟ أمسك. هذا عندنا خبر منه. بل هذا إذا جاء هذا السؤال من دلالة صدق الوحي في ورود هذا الخبر ويريد نتيجة، يستدل بسؤاله هنا على ثبوت الوحي أن الله أخبرني بلسان نبيه أنك ستمر من هنا عبر هذا السؤال، فجئت بهذا السؤال فاستدلت بمحاولة إضلالك بمثل هذا التلبيس على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أن هذا من مداخلك على الباطل على الناس. لهذا بين الله سبحانه وتعالى طرق الشيطان في إغواء بني آدم، يأتون بطرق وأحوال. ولهذا ذكر المفسرون أن إبليس كان في الجنة لا يأتي آدم بصورته، وإنما كان يأتيه بصورة بهائم، ويأتيه بصورة حيات، ويأتيه بصورة إبل وبصورة بقر ونحو ذلك. يأتيه مرة بكذا ومرة بكذا ومرة بكذا: وإني لك
شيئا فشيئا حتى يقبل، ولا يأتيه بهوية أنه هو إبليس، لا، وإنما أتاه بصور متعددة لأن أمره مكشوف وعداوته من الله سبحانه وتعالى بينه، فجاء بصور متعددة. لهذا يبعث الشيطان نوابه في الأرض، إما أفراد، إما وسائل الإعلام، إما صحافة أو نحو ذلك، تأتي ويخطها أناس هم من رسل إبليس. لماذا؟ حتى يؤثروا على الناس. ولهذا ينساق كثير من الناس إلى كثير من الشهوات والشبهات اتباعا لإغواء الشيطان ووسوسته في نفوس الناس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الملتجئين إليه الموحدين له سبحانه وتعالى، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يعصمنا من شرور شياطين الإنس والجن وأبالسة الآراء والأهواء، وأن يعصمنا بالتمسك بصراطه المستقيم ومنهجه القويم. وأسأله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من كل شر صاحب شر، وأسأله جل وعلا أن يهدينا إلى الصراط المستقيم، وأن يثبتنا عليه إلى أن نلقاه، وأن أنه كما هدانا إلى الإسلام ألا يقبضنا إلا ونحن على الإسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك